بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء وحبايبنا طلاب الصف الثالث الثانوي، يا رب تكونوا دايما بخير وبسعادة. النهارده جايين نعمل ايه يا مستر أحمد؟ احنا النهارده جايين نبدأ مع بعض في شوية تريكات تأهيلية للمراجعة. التريكات دي متشابهة لأبعد مدى، وعشان نبدأ بإذن الله الكريم في المتشابهات دي كل اللي محتاجينه منك قلمك وكشكولك وتركيزك وعقلك معانا. قبل ما نبدأ هنبدأ دائما وأبدا بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محاضرة النهارده وحصة النهارده لو انت اتفرجت على فيلم كده رضا وشفت اخوات رضا الثلاثة، هي حصة كده رضا فعلا. الحصة بتاعت النهارده ومحاضرة النهارده كلها متشابهات. هتبص على الجملة الأولى هتلاقيها شبه الجملة الثانية، هتبص على الجملة الثانية هتلاقيها شبه الجملة الثالثة، وتركاتها سواء كان جرامر أو vocabulary أو language notes هتفرق معاك جدا 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 لامتحان الثانوية العامة. تعالى كده مع بعض نبص بإذن الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدأ النهارده في محاضرتنا يا مستر أحمد في محاضرة الجزء ده. يلا بينا نبدأ. الجملة الأولى بتقول لي إيه بقى يا مستر أحمد؟ تعالى بص على الجملة الأولى ونقول مع بعض. الجملة الأولى بتقول لي إيه؟ نقط my holiday I gained a lot of weight while ولا during ولا just as ولا after my holiday. أنا بصراحة مش عارف. طب تعالى بص الجملة الثانية. My holiday I gained a lot of weight. تمام يا مستر. My holiday I gained a lot of weight. طب تعالى بقى نبص هنا. تمام يا مستر. تعالى الجملة الأولى On my holiday I gained a lot of weight on my holiday. ايه الرابط الزمني اللي بجيب بعده حرف جر on او اي كان حرف جر ثم اسم؟ during طبعا ما ينفعش. ليه يا مستر ما ينفعش؟ اقول لك ليه ما ينفعش. during مفيش بعدها غير اسم مباشرة، يبقى during لا تنفع. طب just as معناها بينما، ما يجيش بعدها حرف جر on ولا اسم. after ما يجيش بعدها حرف جر on ولا اسم. الرابط الزمني اللي بقدر استخدمه مع حرف جر واسم الا وهو while. ممكن اقول while in، ممكن اقول while on. يبقى انت قاعد بتحل، ركز في اختياراتك، ركز في الاجزاء اللي موجوده عندك. ايه اللي بعد النقط هيفرق معاك كتير جدا جدا. تعال نبص على الجمله الثانيه. My holiday I gained a lot of weight. خلي بالك نفس الجملة الأولى هي نفس الجملة الثانية. الفرق إن الجملة الأولى هنا في حرف جر on، هنا بعد السبيس مفيش حرف جر on، هنا في my holiday أجازتي. إيه الرابط الزمني اللي معناه أثناء أو معناه بينما وبجيب بعده اسم؟ ممتاز. during ما بعدها اسما أو during ما بعدها اسما فقط، ولا يمكن استخدام بعد during ing الا لو كان هو الاسم زي كلمة السباحة، يبقى during my swimming اثناء سباحتي. تعالى الجملة الثالثة. my father جميلة جدا الجملة نمبر 3. my father used to be clever when he was young. بابا كان معتاد يكون شاطر لما كان صغير، اما الان تعالى اشرح لك القاعدة. قاعدة used to بعدها verb to be. لو لقيت used to بعدها الverb to be كان معتاد أن يكون، فهو الآن لم يعد يكون. فهو بيسألك دلوقتي but now هو الآن لا يفعل ولا لا يكون، وانت قاعد تركز في الجملة اللي موجودة عندك. used to be كان معتاد أن يكون، فهو الآن لا يكون. لا يكون اللي هي إيه؟ أيوة شاطر. isn't. Number 4. my father used to do clever things. بابا كان معتاد أن يفعل، كان معتاد أن يقوم بأشياء ماهرة، فهو الآن عندما كان صغيرا، لكنه الآن لم يعد يكون ولا لم يعد يفعل. يبقى أنت تركز معايا. لو لقيت بعد used to كان معتاد أي فعل من أفعال الحركة، فعل الحركة smoke، فعل الحركة play، فعل الحركة مثلا say sleep، فعل الحركة read do. لو لقيت بعد used to أي من أفعال الحركة فهو الآن لا يفعل. لا يفعل هي إيه بقى يا مستر أحمد؟ ألا وهي doesn't. مراجعتنا محتاجة تركيز. الأجزاء اللي على السبورة محتاجة إن الطالب بتاعي يكون مصحصح لأبعد مدى. تعال نبص على الجملة نمبر 5 نمبر 6 ونمبر 7. while I the Egyptian museum I met my friend هاني. الجملة اللي بعدها نمبر 6. while I in the Egyptian museum I met my friend هاني. نمبر 7. while I to the Egyptian museum I met my friend هاني. خلي بالك هنا الفرق ما بين جملة وجملة. الجملة الأولى مفيش preposition، الجملة الثانية في preposition in، والجملة الثالثة في preposition to. فأنا أركز
بينما أنا أزور المتحف المصري. كلمة أنا أزور يبقى ماضي مستمر، يبقى while I was visiting. أما الجملة اللي بعدها بتقول إيه يا مستر؟ while I، بينما أنا كنت في المتحف المصري. verb to be هو فعل يكون، يبقى while I was in the Egyptian museum. أما number 7 while I to the Egyptian museum I met my friend هاني. وأنا بزور المتحف المصري. ما ينفعش هنا visiting. ليه يا مستر؟ لأن الفعل visit لا يأتي بعده to. طب visiting فقط يا حبيبي في فاعل بعد while. لو موجود فاعل بعد while لازم أجيب بعده فعل في الماضي المستمر am أو is was أو were و ing. طب الجملة اللي بعدها while I was to، مفيش حاجة اسمها was to. أما لو الاختيار الرابع while I was going to، بينما أنا رايح، الفعل go بجيب بعده إيه يا مستر؟ بجيب بعده to. يبقى الإجابة هنا while I was going to. Number 8 و number 9 when he went on holiday he always a lot of photographs. تعال بص الجملة اللي بعدها when he goes on holiday. هنا في went وهنا في goes. المثال نمبر 8 went ماضي بسيط، وهو لما كان بيذهب في اجازة عادة في الماضي. العادة في الماضي من take، الفعل ده فعل الشاذ. الماضي من take took a lot of photographs. أما number 9 when he goes on holiday ده عادة في المضارع مع always و usually و sometimes مضارع بسيط. الفعل لو he و she و it أحط له اس أو es أو ies. لو انت شايف مراجعاتنا، لو انت شايف الجزء اللي على السبورة في غاية الأهمية، كل اللي محتاجينه من حضرتك تركز على الأجزاء اللي على السبورة. تعال نكمل مع بعض يا مستر، تعال نكمل مع بعض. تمام. الجملة اللي بعدها number 10 during أثناء to school I saw some students. رأيت بعض الطلبة during I saw some students. تمام مالهم quarreling fiercely بيتشاجروا بعنف. انا قلت لك ان ما بعد during اسما يبقى ما بعد during هنا عايز ايه؟ during my walk اثناء مشي. تمام يا مستر؟ تمام يا حبايبنا. تعالى بقى نبدأ تاني مع بعض نكمل. إذا يا حبايبنا الحلوين during هنا ما بعد during اسما يبقى during ايه يا مستر؟ during my walk اثناء مشي. تعال number 11 while to school I saw some students quarreling fiercely. اقول لك هنا while ما فيش فاعل بعد while، وفاعل الجمله الاولى هو نفسه فاعل الجمله الثانيه، فاذا حذف الفاعل بعد while انا بستخدم ايه؟ بستخدم ing. يبقى while ايه يا مستر؟ يبقى while walking to school. الجمله اللي بعدها he has had 3 or 4 temporary jobs since. الجمله اللي بعدها he has had 3 or 4 temporary jobs since. since هنا بعدها مفيش أي فاعل، أما في الجملة اللي تحتها في since he. تعال أقول لك since بمعنى منذ. لو لقيت قبل since present perfect مضارع تام فما بعد since past simple tense ماضي بسيط. ففي الطلبة ياخد لي left، هقول لك حبيبي هنا غلط، letter B غلط. ليه؟ لأن since هنا مفيش بعدها فاعل. إذا حذف الفاعل بعد since أنا بستخدم اسما أو ing يبقى since leaving school. أما الجملة نمبر 13 he has had 3 or 4 temporary jobs since he. ما قبل since present perfect معناها منذ. هنا قد وجد 3 أو 4 وظائف مؤقتة منذ أن هو. ما بعد since فاعل، لو لقيت بعد since فاعل ما بعد since past simple tense لو جاءت بمعنى منذ، لأن أحيانا بتيجي بمعنى لأن. كمان نمبر 14 شبه 15 I that movie. شفت الفيلم ده 6 مرات in the last months. أما اللي بعدها last months فقط هتفرق كتير جدا. in the last months present perfect، أما last months فقط past simple. يبقى المضارع التام بيتكون من إيه؟ مع I و we و you و they أنا باخد I have seen this movie 6 times in the last months. أما في 15 last month فقط، لقد رأيت هذا الفيلم 6 مرات. رأيت ماضي بسيط فقط يبقى I saw this film 6 times last month. Number 16 my uncle عمي has worked in New York last year. والجملة اللي بعدها my uncle has worked in New York the last year. هنا has worked present perfect. ايه التعبير الزمني او الرابط الزمني اللي بجيب قبله مضارع تام ثم كلمة دالة على الماضي البسيط؟ ايوه شاطر، ايوه قول معايا شايفك since last year. ممتاز. اما الجملة اللي تحتها في ايه يا مستر احمد؟ تعال نبص على الجملة اللي تحتها. الجملة اللي تحتها في 17
بيقول لي ايه في 17 يا مستر؟ بيقول لي كالاتي: My uncle has worked in New York the last year. ده هنا تعبير the last year، ما اقدرش استخدم معاه since. غمض عينك واستخدم معاه for. امال امتى يا مستر استخدم مع since ذا؟ اقول لحضرتك كالاتي: since the last وما بعد the last اسم، مثلا concert منذ آخر حفلة موسيقية، since the last holiday، وهكذا. for the last بعد the last تعبير بيدل على الزمن، أما since the last اسما concert أو holiday. الجملة اللي بعدها number 18: the geography since 2002. number 19: the geography in 2002. الجملتين متشابهين إلى أبعد مدى. since وفترة في الماضي منذ، ما قبل since past perfect لا طبعا، ما قبل since past simple لا طبعا، ما قبل since past continuous أكيد لا، ما قبل since بمعنى منذ present perfect مضارع تام. الجملة اللي تحتها the geography in 2002. افتكر معايا in وفترة في الماضي ماضي بسيط، الماضي البسيط had وتصريف ثالث أكيد لا، الماضي البسيط were و ing أكيد لا، الماضي البسيط have وتصريف ثالث أكيد لا. أمال هو إيه الباست سيمبل؟ هو second conjugation of the verb، التصريف الثاني من teach فعل irregular، يبقى letter B taught فقط. number 20 و 21: I couldn't get into the house. أنا ما قدرتش أدخل البيت. و 21 بتقول I can't get into the house. ما قدرتش أدخل البيت لأني عدم القدرة على دخول البيت حدث تاني، لأني فقدت مفاتيحي. فقداني مفاتيحي هو الحدث الأول، يبقى past perfect ماضي تام had lost. أما I can't get into the house، تعالى كده في 21 جميلة جدا. I can't get into the house، أنا مش قادر أدخل البيت. can't كلمة كان يستطيع على القدرة في المضارع، مش قادر أدخل بيتي في المضارع لأني فقدت مفاتيحي. as هنا لأن، لو الحدث اللي قبل بيكوز مضارع، سبب المضارع مضارع تام have lost. ثم الجملة اللي بعدها I haven't met the minister. It's the first time to meet him. أنا ما قابلتش الوزير، دي أول مرة قابله فيها. تعال نبص على الجملة دي ونبص على الجملة اللي بعدها. 22 بتقول أنا ما قابلتش الوزير، دي أول مرة قابله فيها. و 23 بتقول I haven't the minister. أنا لسه مستني في الريسبشن. الجملتين مختلفين جدا 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 طبعا. الجملة الأولى أنا ما قابلتش المدير من قبل، فكلمة before. أما الجملة الثانية أنا لسه ما قابلتش الوزير، أنا مستني في الريسبشن، يبقى لم أقابله بعد، اللي معناها كلمة يت بعد في نهاية الجملة المنفية أهي منفي، يبقى كلمة يت. أما 24 و 25 تحفة. My father بابا read R-E-A-D، أما هنا R-E-A-D-S. الفعل read يقرأ هو فعل شاذ، الماضي منه read والتصريف الثالث read. They cut they put. الجملة دي ماضي مش مضارع، فبابا قرأ الجريدة في طريقه للعمل الآن. طبعا الآن لا تعبر عن ماضي. every day كل يوم ممكن تعبر عن ماضي بشرط كلمة دالة على الماضي، يبقى هنا مفيش كلمة دالة على الماضي. 3/4 الطلبة هتختارها ago، أقول لك غلط، لازم مع ago a year ago a week ago أو أي كلمة a day ago. أما الكلمة الدالة على الماضي بتساوي كلمة yesterday، كلمة the other day الليلة الماضية بتساوي كلمة yesterday الليلة الماضية، دي بتساوي دي في المعنى. ثم my father reads يقرأ الجريدة في طريقه للعمل كل يوم. كلمة كل يوم هتبقى every day المنفصلة، تكتب منفصلة، تأتي في نهاية الجملة أو في بدايتها. number 26 تحفة الجملة 26 و 27. have you finished، هل أنت أنهيت موضوع التعبير للتاريخ، لقراءة فصل التاريخ أو فصل التاريخ أو مسابقة موضوع التعبير أيا كان. you only started an hour ago، مش مصدق أنت بدأت خلصت. أنا مش مصدق بصراحة، أنت بدأت بقالك ساعة. ايه اللي بجيبه في نهاية السؤال للمضارع التام؟ ايه اللي بجيبه في نهاية السؤال للمضارع التام ويعبر ان الحدث انتهى قبل موعده؟ ايوه ممتاز، already معناها الحدث انتهى قبل الموعد. اما الجملة اللي بعدها haven't you finished، ايه ده؟ ألم تنهي تلك مسابقة التاريخ لفصل التاريخ؟ انت بدأت بقالك 4 ساعات. ايه التعبير اللي بجيبه في نهاية جملة المضارع التام ويعبر عن التضجر والشكوى؟ يت، تستخدم لتعبر ان الحدث
قد انتهى بعد موعده. 28 و 29 I can't buy the mobile. أنا مش قادر أشتري الموبايل. I have saved enough money. الجملة معناها أنا مش قادر أشتري الموبايل إلا لما أوفر الفلوس، إلا لما اللي هي إيه؟ till وuntil، ما تنفعش as، ما تنفعش after، وما تنفعش when. أما 29 I can't buy the mobile. أنا مش قادر أشتري الموبايل. هنا بيقول لي المحلات مغلقة، يبقى لأن المحلات المغلقة، لأن اللي هي because أو as أو since. تعالى كده نبدأ مع بعض ونكمل. نمبر 30 و 31 الاثنين متشابهين جدا. تعالى يا مستر حسن يشعر أنه متحسن الآن. هي نقط smokes ده مضارع بسيط. تمام. مستر حسن يشعر أنه متحسن الآن، لم يعد يدخن. كلمة used to معناها كان معتاد في الماضي، بجيب بعدها فعل في المصدر، هنا غلط. كلمة still ما زال طبعا ما تنفعش. ايه بقى معناها لم يعد؟ يا اما لتر سي يا اما لتر اي. ايه الفرق بينهم؟ كلمه سي نو لونجر لم يعد، واني مور لم يعد. نو لونجر قبل الفعل الاساسي يبقى نو لونجر. اما اني مور استخدمها ازاي؟ تعال بص ل 31. مستر حسن فيلز بيتر ناو، يشعر انه متحسن الان، لم يعد يدخن. doesn't smoke no longer. مستر حسن فيلز بيتر ناو he doesn't smoke ايه بقى؟ doesn't smoke anymore معناها لم ايه؟ لم يعد. كلمة لم يعد في نهاية المضارع البسيط المنفي. الجملة اللي بعدها his addiction. جميلة الجملة دي جدا، جميلة جدا فعلا. his addiction إدمانه حوله إلى نقط and a liar. cheating الشيت ولا cheated. تعال بص على and بعدها أداة نكرة وصفة. and حرف عطف تعطف ما بعدها على ما قبلها. اللي بعد and أداة نكرة وصفة يبقى اللي قبل and أداة نكرة وصفة. غشاشا وكذابا. Number 2 many of the workers العديد من العمال يشعرون أنهم by not getting their bonuses أنهم مخدوعين مغشوشين. يبقى كلمة يتم خداعي أو غشي cheated، فالصفة المنتهية بإي دي تصف العاقل أو غير العاقل المتأثر بالحدث. Number 3 their teacher معلمهم suspected them of اتهمهم بالغش لما انهم كل منهما فاتهما نفس السؤال. suspect of يتهم به ما بعد suspect of ing او knowing كلاهما صحيح. الجملة اللي بعدها Number 4 many people العديد من الناس صدموا بواسطة الفيلم لأن عندما نشر أنا اللي اتصدمت ووقع علي الحدث shocked. أما Number 5 I was in أنا كنت في صدمة لمدة أسبوعين بعد الحادث يبقى in إيه؟ in shock. كلمة in shock معناها في صدمة. Number 6 تعالى كده نكمل مع بعض. The warmer temperatures جميل نمبر 6 وجميل نمبر 7 الاثنين مهمين جدا. The warmer temperatures درجات الحرارة الدافئة. The ice caps to melt جعلت المكعبات الثلج أن تنصهر. إيه اللي فعلا معنى كلمة يجعل؟ يا إما made يا إما cause. يبقى الإجابة did أو الإجابة could غلط. ايه بقى اللي بجيب بعده تو ومصدر معنى يجعل؟ القاعده بتقول كوز يتسبب. كوز يجعل ما بعد كوز اوبجكت بلس تو بلس انفينيتيف. اما هنا the warmer temperatures درجات الحراره الدافئه the ice caps melt ده فعل فين؟ في المصدر اللي معناه يجعل وما بعده مفعولا ومصدر made. ركز فيهم يا قمرش. نمبر 8 ونمبر 10 My sister has أختي اكتسبت خبرة جيدة في اللغة الإنجليزية. كلمة inquire يستفسر يبقى ما تنفعش. كلمة require يتطلب يبقى ما تنفعش. كلمة acquire يكتسب بتساوي كلمة gain اكتسبت. أما expired منتهي الصلاحية يبقى الإجابة letter C. أما الجملة اللي بعدها health and safety regulations منظمات الصحة أو القواعد الصحية العامة تتطلب من فريق العمل أن يرتدي ملابس وقائية. كلمة يتطلب يبقى require. كلمة require بمعنى يتطلب. أما نمبر 11 the waiter الجرسون. ماله بقى الجرسون يا مستر أحمد؟ تعال نبص عليه. whether we would like to sit نحب نقعد بالقرب من الشباك ولا لا. acquire يعني يكتسب. require يعني يطالب. أما inquired هنا بمعنى يستفسر عن. فالجملة هنا بمعنى استفسر هل يمكن أن نجلس بالقرب من الشباك أم لا. تعالوا مع بعض شبابنا الأعزاء نكمل حصة النهارده في غاية الأهمية. جملة رقم 12 و13 مهمين جدا. لو أنت بتتفرج علينا امسك كشكولك امسك قلمك وابدأ اكتب النوتس دي مهمة جدا. قهوتك في ايدك لو أنت بتتفرج علينا بعد الصيام وابدأ ركز في التريكات اللي ما بينصتوش.
تعالوا مع بعض في 12 و13. exercise a part of your daily routine. الجملة اللي بعدها exercise is a part of my daily routine. فالجملة 12 و13 شبه بعض، الفرق بينهم هنا في is. فالجملة 12 فعل أمر، اجعل التمرين جزءا من حياتك اليومية، اجعل يبقى make. أما اللي بعدها exercise is a part، أنا بقول إن القيام بالتمارين جزء من حياتي اليومية. القيام بالتمرين اللي هو إيه بقى يا مستر أحمد؟ doing exercise. number 14 number 15 number 16 تحفة. يقول لك إيه؟ the truth، الحقيقة أن cats القطط gets just like humans do، بيمل بيشعر بالملل. يبقى gets إيه؟ gets stressed، مضغوطا. هنا مش معنى مال، هنا بمعنى مضغوطا، يبقى stressed. أما 15 the cities mean parks، الأماكن الرئيسية للدولة أو للمدينة. بارك المنتزهات مثلا تعرض comforting relief from the stresses ضغوطات الحياة المعاصرة. أما 16 working in the emergency، العمل في غرفة الطوارئ لمستشفى رئيسية أو مستشفى عام، أمرا مضغطا للأعصاب. مضغطا stressful، وظيفة متعبة. مضغطة stressful job. فيبقى أنا قاعد وأنا بحل أركز في تريكاتي. نمبر 17 ونمبر 18 جميلة جدا، بيكمل معاك. My view the party was a complete success. اللي بعدها my point of view، الجملة الأولى in my view، في وجهة نظري. أما 18 from my point of view، من وجهة نظري. الجملة نمبر 19 the coach، المدرب continued، أكمل أن يتجادل argue معنى يتجادل مع الحكم. يتجادل مع argue ليها أكتر من حرف جر، argue with يتجادل مع. أما اللي بعدها 20 my mother، أمي قد قضت حياتها تجادل من أجل حقوق المرأة. يجادل من أجل argue for يتجادل من أجل، يتجادل بشأن. أما 21 تعالى مع بعض في 21 بيقول لي إيه يا مستر؟ they were arguing، بيتجادلوا بشأن أي فيلم عليه أن يروا. كلمة يتجادل بشأن argue إيه؟ argue about. 22 my son، ابني كان مبسوط لكونه قادرا على أن يشارك في المسابقة المدرسية. take place بمعنى تحدث. take turns يتبادل أدوار. كلمة يشارك take part in، كلمة يشارك take part in. أما 23 the school competition، المسابقة المدرسية is going to take in our class، هتحصل في فصلنا. يبقى كلمة يحدث في مكان ما take، بس مش take part. أمال take إيه؟ أيوة take place. يبقى كلمة take place بمعنى تحدث في مكان ما. 24 و25 ممتازين جدا جدا الجملتين دول، محتاجين تركيز لأبعد مدى. to get a good job nowadays، عشان تحصل على وظيفة you should have لازم يكون لديك some personal، بعض السمات الشخصية. كلمة سمات شخصية personal qualities، ما تنفعش qualifications مؤهلات جامعية. Number 25 to get a good job nowadays you should have some academic qualifications، مؤهلات أكاديمية. Number 27 و 28 ميسي is يعد أفضل لاعب في العالم، يبقى is considered. أما هنا في كلمة as، نفس الجملة في 27 28 يبقى is إيه؟ is regarded as يعد ك، is regarded as يعد ك. 29 he got 100% in the final examination، حصل على 100% من درجات الامتحان. تمام يا مستر، مالها بقى لما حصل على درجة 100%؟ تعال نبص. no لا طالبا آخر، كلمة لا طالبا آخر قد حصل no other student، expression على بعضه. some students بعض الطلبة حصلوا على 100% في الامتحان، والبعض الآخر have مع بعض النقط فعل جمع. يبقى ايه اللي بجيب بعده الآخرون كلمة others ما بعدها دائما وأبدا الفعل فعل جمع. 31 جميلة بقى. 31 دي أنا بحب الجمل اللي زي دي، لأن دي جمل ثانوية عامة حرفيا، وجت في امتحانات ثانوية عامة مقررة 2021 و22. نهى قررت أن تأخذ راحة and take a to، إذا جاءت أداة النكرة a قبل الرقم أيا كان الرقم، ما بعد الرقم اسم مفرد. الاسم المفرد هيبقى 2 week holiday، الإجابة letter B بفضل الله الكريم. أما اللي بعده نهى قررت تاخد راحة and take 2 holidays. أقول لشبابنا الأعزاء ما بعد الرقم مفيش قبله أداة نكرة إيه، ما بعد الرقم اسم جمع، يبقى 2 weeks فقط. امال امتى اختارها بالابوستروفي قبل الاس او بعد الاس؟ لو جابها لك بالطريقه دي تعال اشرحها لك هنا. في خلال 2 weeks
لو لقيت يا حبيب قلبي ان ورقم، الاسم اللي بعد الرقم اسم جمع، ولو لقيت بعد كلمة ويكس كلمة تايم أو كلمة ووك أو كلمة درايف فالأبوستوفي بعد الاسم. وبنكمل مع شبابنا الأعزاء وحبايبنا الحلوين في بعض الأجزاء دي مهمة جدا 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 في هذه الصفحة. The school المدرسة doesn't allow، الفعل allow بمعنى يسمح، فعل allow ما فيش بعده مفعول، ما بعد allow ing يبقى doesn't allow smoking. Number 2 the school director مدير المدرسة doesn't allow the students، allow ومفعول ما بعد المفعول to ومصدر يبقى to smoke. Number 3 John is the of the two brothers، جون هو الأفضل في الولدين، مقارنة مش تفضيل، of رقم 2 مقارنة. أما الجملة اللي هتعطيها John is the of the three brothers، هنا of ورقم 3 يبقى تفضيل مش مقارنة cleverest. Number 5 Number 6 أنا هسيب لك الباقي في 5 و6 وهسيب لك الباقي كل البي دي اف هينزل لك كمان مع الشرح من أول جملة رقم 5 إلى الصفحات المتتالية، هسيبهم لك تبدأ تحلهم ويبقى يكون معاك فرصة إنك تنشط ذهنك، وفيما بعد بإذن الله تعالى في الفيديو القادم هينزل لك حلهم. شبابنا الحلوين وطلابنا الأعزاء، طلاب الثانوية العامة، طلاب الصف الثالث الثانوي، نأمل من الله سبحانه وتعالى لكم دائما وأبدا حسن الفهم والتوفيق. شبابنا الحصة والمحاضرة مهمة، التركات اللي في المحاضرة مهمة جدا جدا جدا، ركز فيهم وانت قاعد بتذاكر، ركز فيهم وانت قاعد بتحل. نأمل من الله لكم دائما وأبدا التميز. أشوفكم دايما بخير، أشوفكم دايما بسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.